كلتوش في الليل وما قللتوا من الاكل، الروح ديالكم غادا تسمو الى الله، ستسمو. اذا سمت الروح فالجسم كذلك يتبعها، ولن يكون هناك ان شاء الله امراض. حتى الناس اللي عندهم امراض، اللي كيفطروا ويتعشوا ويتسحروا وكياكلوا في الليل ويتسابقوا مع الاذان وكيصبحوا نائمين، فهم صائمون من الناحيه الشرعيه لانهم استوفوا الشروط، ولكن ليسوا صائمين من الناحيه الكونيه، بمعنى ما غاديش يستافدوا، ما غاديش يتعالجوا، ما غاديش الجسم ديالهم يأثر فيه الصيام، وخصو يأثر فيه الصيام. أن 30 يوم زائد 6 من شوال، ويلا بعض العلماء بداو يتصلوا بيا وكيتفقوا معايا، وغادي يتفقوا معايا. علاش؟ لأن طبعا العلم علم، وجزاهم الله خيرا لأنهم اتفقوا معايا. كانوا تيقولوا للناس 6 شوال واخا تصوموها مفرقة، هي خاصها تصام متابعة، لأن كاين التبعيض في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاين فيه أتباع، فعل أتباع. من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. 6 شوال متابعة، تعيد وتصبح صايم. 6 شوال. علاش؟ لأن العلاج حنا تحاليل في المختبر اللي عملنا العينات ديال الدم ديال بعض المرضى، لقينا أن العلاج كيكون 100% بعد 36 يوم من الصيام. هذه هي المعجزة الأولى ديال الصيام. اللي عنده بروستات منفوخة، واللي عنده الشلل النصفي، واللي عنده ارتفاع الضغط، واللي عنده الكوليسترول، اللي عنده أمراض مناعية مثل بهجة ومثل الليبيس الذئب الحمامي ومثل البسوريازيس الصدفيات ومثل تصلب اللوائحي ومثل تصلب العادية ومثل الزهايمر ومثل الباركنسون ومثل السرطان ومثل الحساسية ومثل الخلل الهرموني عند النساء ومثل العقم ومثل الضعف الجنسي ومثل هذه كلها أمراض تعالج بعد 36 يوم صوم بمواد نباتية طبيعية بوجبتين وبعدم الأكل في الليل، كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كيعلمنا نصوموا. غادي نشوفوا الإعجاز ما بين الحديث والعلوم. شنو قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. علاش تعجيل الفطور؟ لأن بعد المذاهب الأخرى السنة كيفطروا مع المغرب، المذاهب الأخرى كتفطر مع صلاة العشاء. فروسكم بعد هذه ولا لا؟ ياك فروسكم؟ لأنهم هما مشاو بالقرآن تيقول لكم أتموا الصيام إلى الليل، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه. شو التناقض ديال هاد الناس؟ لا إله إلا الله. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن كان يفطر مع صلاة المغرب. نعم ولا لا؟ هذه ثابتة. الذي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم يفطر بعد الآذان المغرب، وجاءوا الناس من وراء بغوا أول القرآن وقالوا أتموا الصيام إلى الليل، ما كيفطروا حتى لصلاة العشاء. هذا فساد عقيدي. هذا فساد العقيدة اللي كنسميوه احنا علماء السنة، كيسميوه الفساد العقيدي، فساد العقيدة، عقيدة فاسدة. علاش الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لنا عجلوا الفطور وأخروا السحور؟ لأن الليل ما فيش الأكل. لأن القرآن ماذا يقول؟ وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يبصرون، لا يسمعون.